شنو هي الولاده، كيفاش كتبدا الولاده، وشنو اللي كيخلي ان سيده كيكون اسهل لها انها تولد من سيده اخرى. هادشي اللي غنهضروا في هذا الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم، معكم اشطيش خديجه، محاضره ومكونه في قضايا الامومه. كل سيمانه مع 8 ديال العشيه كنشرح لكم موضوع من المواضيع اللي عندهم علاقه بالامومه باش تفهموا، باش تقدروا ديروا اختيارات ديالكم. ما تيختلفوش جوج على كون ان الولاده كتبدا بان المراه كيبدا يجيها الوجع. دابا السؤال اللي غادي نطرحوه هو هذا الوجع هذا منين كيجي؟ شنو هو هذا الوجع؟ شنو هو هذا الوجع ديال الولاده؟ شنو هو هذا الوجع اللي كيخافوا اللي كنخافوا منه كاملين؟ شنو هو هذا الوجع هذا اللي كيخلي ان الولاده كتخلع؟ شنو هو هذا الوجع؟ الوغ هذا الوجع هذا باش نكونوا بساط وساهلين ونجاوبوا عليها بجمله واحده. هذا الوجع هو تقلص ديال عضله ديال الرحم اونتر اوتر. هو ماشي هذه هي الحاجه الوحيده، ولكن هذه هي اللي كنقولوا انها كتكون دولوغوز بزاف، يعني هي اللي كتعطي الالم بزاف. يعني العضله ديال الرحم كتقلص باش كتخلي ان الجنين يقدر يهبط ومن بعد كيقدر يخرج. هذاك التقلص ديال عضله الرحم هو اللي غادي نحاولوا نفهموا منين كيجي. شنو هو هذاك التقلص ديال عضله الرحم؟ الوغ سهله عاوتاني. التقلص ديال هذاك عضله الرحم كيكون عبر واحد كاين العضلات اللي كيتقلصوا، ولكن شنو اللي كيخلي هذوك العضلات كيتقلصوا؟ هو واحد المازوط ديالهم، هو واحد الهرمون اللي معروف بزاف واللي الناس اللي كيعرفوني كيعرفوا انه عزيز عليا بزاف، هو هرمون لوسيتوسين. هذا هرمون لوسيتوسين شنو هو هرمون كما جميع الهرمونات في الجسم، ولكن عنده واحد الخاصيه ماشي بحال كاينين هرمونات اخرى اللي غنقول لكم ها هذا الهرمون ها شنو كيدير. لوسيتوسين ماشي هذه هي الحاجه الوحيده اللي كيدير. لوسيتوسين كيدير بزاف ديال الحاجات. لوسيتوسين من غير انه الهرمون المسؤول على بدايه عمليه المخاض، يعني بدايه العمليه ديال الولاده، هو ايضا هرمون اللي كيتسمى بهرمون السعاده. يعني مثلا فاش كتكونوا كتفرجوا في مدرسه المشاغبين وهذيك الضحكه عندكم حتى لهنا، هذاك راه لوسيتوسين اللي كيكون كيتسكريتا بكميه كبيره في هذيك الوقيته في خلال العلاقه الحميميه مع الشريك ديالكم. ايضا لوسيتوسين هو اللي تيكون كيتسكريتا في هذيك الوقيته فاش كتكونوا ناشطين مع العائله، كتفرجوا كيقولنا في فيلم اولا كديري الشوبينغ مع صحاباتك. كاع هذوك الحاجات اللي تعجبونا، اللي تنحسوا براسنا اننا ناشطين فيهم، هذاك النشاط هو لوسيتوسين اللي تعطينا داك الاحساس بالنشاط. غادي تقولوا لي علاش هذا الهرمون هذا اللي زويون هو اللي تعطينا هذاك الالم ديال الولاده؟ ما نكذبش لكم ان هذا السؤال هذا طرحته على راسي بزاف ديال المرات، وكنت كنتسائل مع راسي بزاف ديال المرات كيفاش ان نفس الهرمون اللي عنده واحد جوج ديال الخصائص اللي تيبانوا انهم كونتراديكتوار، اللي كيبانوا ما كيشبوش بعضياتهم، كيبانوا متنافرين. الا بغينا نقولوا واحد كيعطي واحد السعاده قصوى وفي نفس الوقت كيعطي الالم الكبير. فمن بعد فهمت انه فهمت وبغيت نتقاسم معكم هاد لو بوين فيو ديالي، هو انه الا كان نفس الهرمون هو اللي مسؤول على السعاده، هو اللي مسؤول على بدايه المخاض، فماشي عبثا وماشي غير هكذاك. كاينه شي مغزى وكاينه شي حكمه تما. الحكمه هو انه المراه اللي ان تران دو دوني في كتعطي الحياه في هذيك الوقيته، وما يمكن لانها كتعطي الحياه الا انها تكون واحد المرحله اللي سعيده، واحد الجو ديال الفرح. فواخا كاين هذاك الالم اللي هو فينالمون واش الم واش ماشي الم، واش احساس واش ماشي، يعني هذا ماشي موضوع ديال الفيديو ديالنا. يمكن نطرقوا لهذا الموضوع هذا في فيديوهات اخرى اللي كاين بزاف الحاجات اللي تقالوا في هذا الموضوع هذا. ولكن كون ان اللوسيتوسين هو المسؤول على بدايه المخاض، فهذا فيه ما فيه، وفيه ان الولاده ممكن انها تكون في جو اللي زوين، وممكن انها تكون مرحله سعيده اللي هي اصلا صنصي انها تكون مرحله سعيده بيسكو المسؤول عليها هو هرمون السعاده. كنتمنى ان الفكره ديالي تكون وصلت لكم، كنتمنى ان الفيديو هذه تكون خفيفه عليكم. اللي مازال ما تابوناتش
تابونا في لاشين باش يوصلها كل جديد نهار الجمعه مع 8 العشيه كل اسبوع. كنقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا بزاف على الميساجات اللي كتصيفطوهم ليا على الخاص باش تشجعوني. كنقول لكم عاوتاني شكرا بزاف، ونتلاقاو السيمانه الجايه في فيديو جديده، وتهلاو في راسكم. باي باي.